النهارده هنعمل، هي كيكه قديمه يمكن حد سمع عنها او ما سمعش، بس هي حلوه وشتوي. هي حلوه وشتوي. كيكه العسل الاسود، كيكه بالعسل الاسود، ما فيهاش لبن، ما فيهاش لبن، وبتتعمل كمان بالزيت. كيكه العسل الاسود هي بيض وزيت وعسل اسود ونص كوبايه سكر، وبالظبط خلي نص كيلو دقيق. لو عاوزه تعايري بالكوبايه يبقوا 3 كوبايات، لو هتشتري من البقال على طول قولي له هات نص كيلو دقيق. المقادير دي على نص كيلو دقيق. يا ريت استاذ احمد يكتب لنا المقادير. 4 بيضات وكوبايه زيت، كوبايه ونص عسل اسود، نص كوبايه سكر، وهنقول السكر ليه، وبيكنج باودر وفانيليا. السكر بقى، السكر ليه هتقولوا يا غاليه ما هي فيها عسل اسود؟ السكر عشان تلف، لان العسل الاسود مش هيخليها مسكره، او مش هيديها ان هي تبقى كيكه مسكره زي السكر. احنا بنحط نص كوبايه عسل، نص كوبايه سكر بس. في الكيكه العاديه بنحط كوبايتين سكر وساعات كوبايتين ونص، لكن دي عشان فيها عسل، العسل مش هيديها السكره اللي هي، فلازم نحط نص كوبايه سكر. دي مقادير الكيكه، دي كيكه شتوي، دي كيكه شتوي حلوه، وكيكه قديمه. ده يمكن في حد ما في ناس كتير قوي ما تعرفش كيكه العسل الاسود دي حلوه وشتوي. وكمان عاوزه اقول لكم على حاجه بقى بالمناسبه. شايفين ده؟ ده قمع العسل. انا لقيته النهارده وانا بشتري العسل الاسود من الراجل بتاع العسل. ده بقى هحكي لكم ليه حكايه قبل ما اعمل اي حاجه. القمع ده كانت ستي الله يرحمها بقى اما نخلص موسم المفتقه وتخلص من عندنا براميل العسل، كان يروق السكر في قعر البراميل، كانت تاخده وكانت تعمل بيه لقماع العسل دي، وكنا نقعد ناكلها. يا ريتها كانت فضلت عايشه كنت خدت منها الطريقه. فاكرينه ده؟ ولا محسن ولا الناس دي خالص، الاجيال الجديده مش عارفاه. كانوا يسرحوا بيه على عربيات الكار، وستي كانت تعمله بعد ما نخلص موسم المفتقه بقى ونلم العسل اللي فايت في البراميل، كان بيروق سكر وكنا نعمله بيه. وكانوا يقعدوا يغنوا له، كانت بتعمل نبوت الغفير. نجيب بقى نعمل الكيكه. هقول مقادير الكيكه تاني. ستي ماتت ومعاها خدت المقادير معاها، يا ريتها كانت عايشه كنت خدت منها الطريقه، بس هحاول اسال امي واعرف طريقته بالظبط وابقى اجيب لكم واعمله لكم. انا بس حبيت افكركم بيه ان ده بيتعمل في الشتاء. المقادير 4 بيضات اهم، كله هنحطه فوق بعضه في الخلاط اهم. اهم حاجه في الكيكه المقادير، لا تزودي ولا تنقصي، بتطلع حلوه وزي الفل لما تمشيها واحده واحده. انا برضو متعلماها برضو. 4 بيضات، كوبايه ونص عسل اسود، كوبايه زيت، نص كوبايه سكر، 1 بيكنج باودر، وشويه فانيليا، والزيت اهو، وهنحط كله على قلب بعض، ومعاه العسل الاسود، ما فيهاش لبن. العسل الاسود بيحل محل اللبن. هي بيض سكر عسل زيت، وبتتعمل بالزيت. ليه؟ انت ممكن تعمليها بزبده، بس انا برضو عرفت ليه بتتعمل بالزيت، لان الزيت احنا في شتاء، الزيت بيخليها ناعمه، لكن الزبده اكمنها بالعسل وكمنها ما فيهاش لبن، الزبده من السقعه تقفش فيها فتخليها ناشفه شويه، فالزيت بيطريها. وبعدين حلوه بقى لاخواتنا الاقباط، دي فرصه بقى لان هي معموله اساسا بالزيت، فبتبقى حلوه قوي في الايام الاخيره في الصيام. هنحط شويه فانيليا، رشه صغيره. لو هتجيبي فانيليا من الاكياس حطي باكو كفايه اهو. كل ده بقى هيتضرب في الخلاط على قلب بعضه كله، ما عدا البيكنج باودر هنحطه على الدقيق.
وهنحط نص معلقه صغيره محسن كيك اهو، حته صغيره. اهو هنضرب بقى كله في الخلاط لما يبقى زي الكريمه، العسل والبيض والزيت وكله والسكر. لازم كله يخش في بعضه، ما يبقاش العسل باين فيها، العسل كده يبقى لونه زي الطحينه. ريحه العسل الاسود فيها بتبقى حلوه قوي. بعد ما كله يتطحن في بعضه كده هننزل بيها، هنقلب الاول البيكنج باودر كده اهو مع الدقيق عشان يبقى كله ما فيش حته تترفع وحته لا، يبقى البيكنج باودر في قلب الدقيق كله. دي حلوه قوي للعيال، يعني حتى العيل اللي مرضاش ياكل منك العسل الاسود، والعسل الاسود حلو في الشتاء وبيجلي الزور والصدر وبيخلي العيل كده زي الفرخه المنعنشه. حطها له في قلب الكيكه دي، وعشان كمان الكح اهو، ونقلب. يا ست صفيه. الو. اهلا وسهلا يا ست صفيه. السلام عليكم. عليكم السلام، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه ست الكل. النهارده بقى بمناسبه راس السنه كده والسنه الجديده يجعلها علينا وعليك يا رب كده سنه حلوه. اللهم امين يا رب. انت عارفه مين معاكي ست غاليه؟ اتفضلي. انا صافيه اللي بكلمك على الفيسبوك. اهلا وسهلا. اهلا بيكي اهلا بيكي حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله يا ست الكل، تسلمي. الله يخليك الله يخليكي. انا حبيت بس اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ويعود عليكم الايام بخير يا رب. علينا وعليك محمد يا رب. يا رب. وسلامة اللي عندك، الف سلامه اللي خدوا لهم طوبه دول. الحمد لله يا ست الكل، نحمد ربنا. اصل احنا مهما نعمل مش لازم نقف، ومهما يجرى لنا مش لازم نقف. اكيد اكيد اكيد. احنا لسه والله حصل معانا الموضوع ده الجمعه اللي فاتت والله. انت عارفه يا ست الكل برضه نفس الوضع، راكبين العربيه المظاهرات وضرب النار وطوب، ومش عارفه هم رايحين بالبلد لفين يعني. الحمد لله على اللي يجيبه ربنا. ناس كتير قالت لي يا غاليه سيبك بقى من الزعل، واللي جاي احسن، والاطفال الحلوين اللي طالعين للدنيا احسن واحسن. اكيد اللي جاي احسن واحلى، وبشبابنا هتبقى حلوه وبرجالتها وكل الناس المخلصه هتبقى حلوه ان شاء الله. والدتك عامله ايه؟ ده بيكوا وبنفسكوا يا ست الكل. اقعدي النهارده بقى اسمعيني بقى غاليه هتعمل ايه في نفسها. بس انتم مقصرين معايا شويه في الفيسبوك. ليه يا ست الكل؟ اموري مين يقدر يأثر معاكي؟ الله يخليك الله يخليك الله يا واد يا عمرو مزعل ست الحبايب ليه؟ لا 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 عمرو زي الفل. مين مزعلك قوليلي؟ عشان انا كنت بكتب لكم، انا قعدت فتره ما بكتبش وبعدين كتبت لكم، فعلشان كده زعلت منكم شويه ان انتم ما سالتوش. كلميني بعد البرنامج وانا اديك الرقم بتاعي يا اختي، انا رقمي مع مصر كلها، ونقعد ونتكلم مع بعض زي ما تحبي. خلاص ممكن حضرتك ترجعيني للبرنامج تاني اخد منهم رقم الموبايل. تحت امرك. الله يخليكي، ما امرش عليكي يا عدو. تسلمي، شرفتينا وكل سنه وانت طيبه. الكيكه لما تقلبيها اديها في اتجاه واحد. لو عندك عجانه او مضرب اعمليها زي غاليه كده بمعلقه او بايدك، وفي نفس الاتجاه وطبي عشان يخش لها هوا في اتجاه واحد كده. وادي سمكها اهو اهو، لا هي خفيفه ولا هي تقيله، اهي عامله زي الكريمه بالظبط اهي، زي الكريمه، لا هي خفيفه ولا هي تقيله اهو. سمكها اهو، عشان لو تقيله هتكتم هتتقلب عيش، ولو خفيفه مش هتقب. ان شاء الله تسلم اللي علمتني الكيكه دي يا رب، الف رحمه ونور عليها. نناه حبيبتي تسلم وتعيش. الست منيره ربنا يديها يا رب كده، يرحمها برحمته. في حاجات كتير ما كنتش اعرفها اتعلمتها برضو من طريقتها وحاجاتها الحلوه.
الله يرحمها اهي. بس كده. هندهن بقى الصينيه. لو عندك صينيه من اللي هي التيفال اللي ما بتلزقش والحاجات اللي طالعه دي، اللي عنده ربنا يوسع عليه. اللي عنده صينيه زي بتاع غاليه لازم ندهنها سمنه ونبدرها بالدقيق. النص كيلو ده لازم تعمليه في صينيه قد دي اهو، صينيه قد دي، لان ده نص كيلو دقيق. لو حطيتها في صينيه صغيره هتفور منك في الفرن وخساره تقع، ولو وقعت قلبها هيسقط. صينيه حلوه زي دي كده، انا ما اعرفش دي مقاسها قد ايه، بس هي يعني انتوا شايفين صينيه غويطه كده حلوه قد دي كده. يا ست ام يوسف. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا ام يوسف؟ ازيك ست غاليه؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه حبيبتي، ويعود عليك الايام بخير انت والشعب المصري كله يا رب. انت من الناس بقى اللي قالت لي ما تزعليش يا ام يوسف، واديني سمعتي كلامك. ايوه قعدت اقول لك بالله عليك ما تزعليش يا ست غاليه، عشان انت دايما وشك فيه سماحه وبشوش، واحنا بنزعل لما نلاقيكي كده وشك مكشر وعبوس. يا اختي ده انت ده انتوا اللي بتقولوا لي كل حاجه حلوه. ما جبلكيش حاجه وحشه، والف سلام عليك يا محسن، انت محسود. الواد يا اختي جه. بعد الشر عليك يا محسن، ان شاء الله ان شاء الله يا رب عدوينك. هرقيهم كلهم بعد البرنامج، محضره لهم بخور وفسوخه عشان العيال مقرور عليها. والنبي تبخريهم كلهم حبايب قلبي اللي عندك اللي ورا الكاميرات كلهم، ربنا يبارك لك فيهم يا رب. هبخر مصر كلها بقى يا ام يوسف. هبخر مصر كلها. بخري مصر كلها. وعشان انت المره اللي فاتت كنت زعلانه وقعدت اقول لك ما تزعليش، عشان انت دايما بتبصي لنا مصر. ربنا يخليكي. ربنا يخليكي يا ام يوسف. بقول لك ما تزعليش يا بنت. هنرجع بقى نصب الكيكه. هتبدري الصينيه كده بالسمنه والدقيق، ما تخليش فيها دقيق زياده، لو فيها دقيق زياده انطريه، خليها كده ما فيهاش اي دقيق اهي. يبقى كده ما فيهاش اي دقيق. ونصب بقى الكيكه وتخش الفرن. دي هتقعد ساعه، هتقعد ساعه في الفرن على نار هاديه. اللي عندها درجه حراره تعملها على 180، واللي فرنها زيي تخلي النار هاديه مش عاليه قوي. عامله كانك بتصب طحينه كريمه، بتبقى حلوه حلاوه. يعني ده الكيك ده من ضمن بقى يعني الحاجه اللي غاليه بتفرح بيها. مش لازم نعمل ديوك رومي وتورت 10 ادوار ونقعد نكلف في نفسنا عشان نفرح. اقل حاجه يعني تمشينا. يا ست ام مصطفى. حبايبنا من العراق. ايوه ايوه يا ست ام مصطفى. شارد قلبي. تسلميلي. عيني صحتك. عيني عيني عيني. كل عام وانت بخير. كل سنه وانتم طيبين وبخير. وانت طيبه عيوني على الامه العربيه كلها. شلونك انتي؟ شلون صحتك؟ والله يا دائما نتابع برنامجك احنا. حبايبي واخواتي وانا بحب العراق وايد 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 وايد. احنا يا عمري انت شلونك انت قلبي؟ تسلميلي وتعيشي. ربنا يسلمكم ويحفظكم من كل شر. شرفتينا. تسلمين قلبي. طبعا امنيتي اجي مصر. يا اختي ده انت تتمني تيجي وتنوري. امين يا ربي. ان شاء الله اجي واشوفك ان شاء الله. ان شاء الله تيجي تنوري انت وكل اهل العراق على راسنا. ده انتوا فاتحين لنا بيوتكم. سلم راسك يا عمري انت. سلم راسك والله احنا هواي نحبكم. وانا كمان بحبكم وايد وايد وايد. يا رب يلم يعني شامله اهل العراق كلهم، شيعه وسنه وكلنا كده نبقى حبايب. عمرك تسلمين على الاكلات الطيبه اللي تسويها انت. عايزه تسوين كيكه انت بدي صورتي. الكيكه دي كيكه العسل الاسود. ايه احنا نسميه دبس. العسل الاسود تسميه ايه؟ احنا نسميه دبس. 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 والاخر خليتيه وياه نسميه راشي. اساميكوا حلوه للاكل. كل الدول العربيه بتسميه دبس.
ايه جبس. اه يلا حبيبتي عيوني، انت تسلمي لي. حبيت اشارك واسمع صوتك يا انت عمري انت. تسلمي لي وتعيشي، تشرفتينا وكل اهل العراق حبايبنا واخواتنا، وان شاء الله تيجي مصر تسلمي وتشرفينا. يا ان شاء الله ان شاء الله. ضل طعنا عمر. تسلمين حبيبتي. سلمي لي على الولاد كلهم وبوسهم لي واحد واحد. عندي ولد واحد بس. ربنا يخلي ويكبر. الله يسلمك يا عمري انت. رحم الله والديك. تسلمين. تسلمي وتعيشي. مع الف سلامه. الله يسلمك. سلمينا على الشعب المصري كله. تسلمي وتعيشي يا ست الكل. تسلمي. مع الف سلامه. اللي عندها فرن بالكهرباء اخبزيها على 180 وولعي من تحت بس، من فوق لا. هي مش لان هي وشها مش لو ولعت من فوق هي لونها غامق، عشان العسل هي لونها غامق، فولعي من تحت بس. اللي فرنها كهرباء فيه فوق وتحت، ولعي من تحت بس على درجه 180 ويكون الفرن سخن. لو فرنك زي بتاعي كده اهو فرن بوتاجاز، وطي عليها وسيبيها على نار هاديه. هي هتاخد ساعه، حتى لو طلعت ريحه هي هتاخد ساعه في السوى عشان تطلع معاكي حلوه ونسه، ما يطلعش قلبها ممجمج، لان هي ما فيهاش لبن. بس كده. انا عامله واحده مسوياها طبعا قبل الهوا، هوريكم شكلها وهنزوقها مع بعض برضو كانها تورتايه عشان العيال تفرح وتاكل وتتبسط وما تحسيش ان دي حاجه غريبه يعني. اهي دي اللي انا عاملاها لكم قبل الهوا. اللي عاوز بقى يعمل اي حاجه لازم يبتدي زي غاليه كده، ابتدوا زي كده. الشجاعه بقى ان انت تبتدي مش ان انت تنجح. لازم نبتدي نعمل كل حاجه نحبها، وخد كده خطوه لقدام وبص حواليك هتلاقي الدنيا كلها حلوه. دايما كده هنحط ايدنا على خدنا ونقعد نفكر في الوحش وفي اللي حصل حوالينا، وده حلو وده وحش. لا، نبتدي. لو انت مش متأكد ان انت 100% هتقدر تغير حالك، بص كده حواليك. عارفين 100% حالك لو انت بدأت دلوقتي تغير هيبقى احسن بكتير. الفراولة الشتوي دي طلعت وبقت حلوة، اللي عاوز يجيب فراولة شتوي. يا ست ام اسلام، ام اسامة، ست ام اسامة، اسكندرية حبايبنا. السلام عليكم. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بحبايبنا في اسكندريه بين شطين وميه. ازيك يا حاجه غاليه؟ ربنا يخليكي. الله يخليكي. دي اسكندريه تنور بيكي. تسلمي. ده احنا بقى الحاج جوجل قال لنا ان اسكندريه اكتر ناس بتشوفكم وبتسمعكم. الحاج جوجل قال لنا احسن ناس بتشوفكم في اسكندريه. الله يبارك لك. انت منورانا النهارده. طيبه. كل سنه وانت طيبه. الله يخليكي يا غاليه. ابتدي بقى اعملي الكيكه بقى، الكيكه ام عسل اسود دي وما تخافيش. كل سنه وانت طيبه. هتعجبك قوي وحلوه. وكل سنه وانت طيبه واهل اسكندريه بخير. شرفتينا يا ست الكل. يعني لما واحده تيجي تقول لي يا غاليه انا ما ببصش في المرايه، اما ببص في المرايه بلاقي نفسي وحشه وبلاقي نفسي معجزه. يا اختي ده انت اول ما بتقومي من النوم ما بتبصيش غير في المرايه. ولا واحده تانية تقول لي يا غاليه انا مش هطبخ، ما بعرفش اطبخ، انا خايفه اجي جنب البوتاجاز وخايفه اجرب وخايفه اعمل. طب ما احنا كلنا لازم نجرب. واحده تانية بقى قالت لي يا غاليه انا ما بتكلمش، لما بتكلم جوزي بيتريق عليا فعشان كده ما بتكلمش.
يعني انتوا يعني بسم الله ما شاء الله، شفتوا غاليه ساعه اول لما جت هنا خدوني يا اختي من الدار للنار. وانا كنت يعني عارفه حاجه؟ ما انا جيت كده من الدار للنار على طول، هوب يا غاليه يلا رحت جايه. عاوزه تعملي الحاجه امشي فيها وتعلمي وبصي واتكلي على الله وقولي الحمد لله. دي مصاصيه منا بنتي دي. دايما اللي يزرع ما يخافش من العصفور. ازرعي وارمي الحب وتوكلي على الرب، هتبقى الدنيا معاكي زي الفل ما فيهاش اي حاجه. ادي كيكه العسل الاسود اهي زي الفل. كوبايتين عسل عملنا كيكه وشويه فراوله وهنفرح العيال، وكل سنه وانتم طيبين. ومصاصيه زي بتاعت منا بنتي كده بجنيه هنحطها تعمل شكل، وفي الاخر العيال ياكلوها برضو والدنيا زي الفل. يا ست ام كريم. السلام عليكم. عليكم السلام يا ست ام كريم. ازيك يا حبيبه قلبي؟ تسلمي وتعيشي. الحمد لله على سلامتكم يا حبيبتي. يا ربنا يخليكي. الحمد لله احنا يخليك بخير يا حبيبتي، والف سلامه على استاذ محسن. تسلمي وتعيشي يا ست لا الحبايب. والله انا زعلت والله، والف سلامه على الكاست كله، انتوا ناس غاليه قوي قوي علينا والله. ربنا يخليكي. الحمد لله ربنا نجاهم. الحمد لله رب العالمين، ربنا كريم قوي الحمد لله. يعني بدعاكم وبكلامكم الحلو. لا والله وانتوا من عملكم الطيب برضه، انتوا من يوم ما ظهرتوا على الشاشه والله خدتوا قلوبنا معاكم والله. تسلمي. ولما الحمد بيحصل اي لله. مكروه الواحد بيزعل عشانكم. الحمد لله. ربنا يطمنا عليكم دايما يا رب. قال قولي لي بقى يا ست الكل، ايه رايك بقى في الست اللي بتقول لي انا بخاف ابص في المرايه لحسن الاقي نفسي وحشه؟ لا على فكره البني ادم مش وحش بالشكل، المهم روحه، المهم عمله. اسم الله البني عليكي. ادم لازم كل يوم يبقى في حياه جديده ويصنع، يعمل شيء يرضي ربنا سبحانه وتعالى ثم يرضي البشر. اسم الله صدقني ساعتها عليكي. هيبقى راضي عن نفسه. اسم الله. مهما كان يكبر في السن هيلاقي نفسه صغير وعايز يدي وعايز يعمل. اسم الله عليكي. البني وعلى ادم مش قولك بملامحه، لو بملامحه لا ما تبقاش الدنيا كده ابدا. صح. تفضل العمل تقبل عبادة. الورده وريحتها فيها. صح يا أست غالية، العمل عباده. الله ينور عليك. عشان كلمتين الحلوين دول ليك انت بقى كيكه العسل الاسود هديه. يا اختي ده تسلم ايديكي وعينيكي. يا اختي لو اعرف بيتك لو اديها لك. يا رب يخليك يا أست غالية، كانك جبتيها بالظبط والله. اسكتي. ده ده انت انا. وحشاني انت والكاست كله والله، والاصدقاء البرنامج كلكم وحشنا والله. تسلمي وتعيشي يا ست الكل. لو اعرف بقى عارفه رحمه ونور وتقري كل اللي شايفني يقرا الفاتحه للحاجه منيره اللي علمتني الكيكه الحلوه دي. يا حبيبتي عليها رحمة الله، عليها رحمة الله. يا رب. ربنا يرحمها ويرحمنا جميعا يا رب دنيا واخره. تسلمي وتعيشي وجربوها هتعجبكم قوي. نجربها يا جميل، انت اي حاجه بتعمليها يا غاليه بنحب نجربها. تسلمي تسلمي. وتسلم ايديك يا حبيبتي، وكل سنه وانت طيبه والكاست بخير وجميع الاصدقاء بخير، وربنا يجعل مصر كلها بخير. وانا بقول لحبايبنا الاباط كل سنه وهم طيبين وبخير، وانت كمان كلنا نبعت لهم نقول لهم كل سنه وانتم طيبين. طبعا طبعا دول اخواتنا، كل سنه هم بخير وبعافيه، وربنا ما يفرقش بيننا حد. يا رب. مسلم ومسيحي واحد. آه. ربنا اعلم بالنوايا وبالنيه والله. طبعا. احنا بنحبهم. انا اقرب ما ليا جارتي جنبي ام مينا، وبقول لها من هنا من عشاشة كل سنه وهي طيبه. يا رب وهي طيبه وبخير، وانا كمان اللهم بقول لها آمين. كل سنه وانت طيبه. تسلمي لي وانت طيبه يا غاليه. كل تسلمي سنه لي. وانت طيبه يا ام مينا. يا حبيبه قلبي. وانت ومينا طيبة. واخواته وكل يا حبايبك. رب يخليكي يا رب يخليكي، ما تحرمش منك يا غاليه، ربنا يخليكي. كل سنه وانتم طيبين كلكم، وكل سنه واهل العراق المسيحيين طيبين برضو وبخير. قناه كساره كلها كل سنه وهي طيبه. وانت طيبه. واحنا بنشكرها انها جابت لنا الناس الجميله دي تاني. ان شاء الله تسلمي وتعيشي. تسلمي يا شرفتيني. حبيبه قلبي، الله يخليكي. مع سلام الف عليكم. سلام. الف سلامه حبيبتي. زي ما قلنا الكيكه هي سهله وبسيطه ومش متكلفه. لو حسبناها بالورقه والقلم مش هتعدي ال 12 جنيه. انا حاسبه كل حاجه قبل ما اجي. وهنعمل برضو يعني مش لازم نعمل حاجات يا ما هنا يا ما هناك عشان نفرح. دي حاجه بسيطه. هتروحي عند الراجل بتاع السرجه ولا تجيبي لك برطمان عسل اسود، والعسل الاسود الايام دي كتير ورخيص. ده الكيلو بتاعه ب5 جنيه. وتظبطيها زي الفل، مش هيبقى فيها اي حاجه.